السلام عليكم. شهرزاد قصري، هي ازاي دولة خاتون طلعت اخت بديعة الجمال؟ ما بالراحة شهريار، في ايه؟ حاضر. وبعدين انا جنة عادل وهي دي السحلة، شهرزاد مين؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر سيف الملوك مع دولة خاتون، وازاي برق وازبهل لما عرف ان دولة خاتون تبقى اخت بديعة الجمال اللي هو مبهدل الدنيا عشان يوصل لها. ازاي يا بنتي تبقى اختك؟ قالت له هحكي لك. بقى انا يا سيدي امي جالها الطلق وهي في البستان الكبير بتاعنا في سرنديب، فالجواري بتوعها قرروا يولدوها في البستان. في نفس اللحظه دي ام بديعه الجمال اللي هي من الجن طبعا كانت طايره فوق البستان بتاعنا، وجالها الطلق برضه في نفس اللحظه، فنزلت هي والجواري بتوعها ولدوا عندنا في البستان. والجواري بتوعها جم يستلفوا من الجواري بتوع امي شويه حاجات كده علشان الولاد، ده الامر برضه ما يخلاش، شويه ميه سخنه، فوطه نظيفه، انت فاهم يعني. المهم اتولدت انا وبديعة الجمال في نفس اللحظة، ولما قامت امها بالسلامة جابتها وجات لامي، فامي طبطبت عليها ورضعتها، وبقينا اخوات في الرضاعة. وبعد كده قعدت عندنا شهرين هي وامها، وبعدين رجعوا على بلدهم تاني، ومن ساعتها بقوا يجوا يقضوا معانا اجازة الصيف كل سنة، ونعتبر يعني متربيين مع بعض. اسكت يا سيف، انا زعلانة منها قوي، يعني شوف انا مخطوفة بقالي قد ايه مفكرتش تسأل عليا. بس عارف، لو كنا في الهند كنت ظبطتها لك. ايه يعني هتلاقي احسن منك فين؟ ده انت كفايه ان انت متبهدل في بلاد الله علشان تلاقيه. سيف الملوك بيسمع الكلمتين دول بيشبط. طب ما يلا بينا نغور من هنا يا ست الكل. نغور فين بس يا سيف؟ انا مش بقولك ان في ابن ملك الجن الازرق حابسني في القصر ده؟ طب ما انا ممكن اقتله على فكره، انا معايا السيف بتاعي اهو ممكن اقتله. لا حول ولا قوه الا بالله، انت مرمطتك في بلاد الله دي كلها معلمتكش اي حاجه. ده جني ما بيتقتلش كده. انا في يوم من الايام دحلبته في الكلام كده، وسمعت منه ان المنجمين قالوا له وهو صغير ان موته هيبقى على ايد ابن ملك من ملوك الانس، وانه من بعد ما سمع النبوءه دي خبى روحه في بطن عصفور، وحط العصفور في حق، وحط الحق في علبه، وحط العلبه في 7 علب، وحط ال7 علب في 7 صناديق، وحط ال7 صناديق في تابوت رخام، ورماه في المحيط هنا في الجزيره اللي احنا عليها دي، بعيد عن جزر الانس خالص. وان الحاجه الوحيده اللي ممكن تموته ان حد يوصل للعصفور ده ويخنقه فروحه تطلع. يوصل للعصفور ايه يا ست الكل؟ ما انت قفلتيها في وشنا اهو. لا لا، استنى استنى، انا فاكره ان هو قال لي ان لو في حد معاه خاتم سليمان ممكن يحطه على وش الميه ويقول بحق ما عليك من الاسماء العظام تطلع روح حاتم ابن ملك الجن الازرق، فكل الحاجات دي تطلع، ويكسر التابوت ويكسر الصناديق ويقتل العصفور. طبعا في اللحظه دي سيف الملوك بقى اللي هو انا علاء، انا يا ستي اهو ابن ملك من ملوك الانس ومعايا خاتم سليمان اهو كنت واخده هديه من ابويا، ويلا بينا دلوقتي حالا نروح نطلع الحاجه. بياخد سيف الملوك الاميره دوله خاتون وبيطلعوا على شط البحر، وبيحط سيف الملوك كفه كده على وش الميه، وبيقول للخاتم بحق ما عليك من الاسماء العظام طلع روح حاتم ابن ملك الجن الازرق. فبينشق البحر وبيطلع التابوت الرخام وبيتفتح قدامه. بيفضل سيف الملوك يكسر في الصناديق والعلب واحد ورا التاني لحد ما بيطلع العصفور من الحق وبياخده وبيرجع بيه هو ودولة خاتون على القصر. أول ما بيرجعوا القصر بيشوفوا سحابة كبيرة مظلمة من التراب بتنفض مرة واحدة، وبيظهر مكانها حاتم الجني اللي خاطف دولة. اتمنى اللي انت عايزه يا ابن الانس، بس سيبني في حالي ما تقتلنيش. دولة خاتون قالت له ما تسمعش كلامه، لو سبت العصفور من ايدك هيقتلك، ده غدار وانا عارفاه، اقتل العصفور حالا يا سيف. فراح سيف قتل العصفور وتحول الجني قدامهم لكومة من الرماد. ماشي يا معلم قتلته، صباح الفل، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا على جزيرة in the middle of nowhere، هنروح فين؟ لا هو انا ما قلتلكيش ده انا اتعلمت اصنع مراكب وبقيت اسطى بريمو دلوقتي. فكي معايا البيبان بتاعه القصر دي وانا هعمل لك منها مركب وننزل بيها البحر وزي ما الريح تودينا. بتساعده دولة خاتون وبيفكوا ابواب القصر اللي كانت معمولة من خشب الصندل ومساميرها من الذهب والفضة، وبيربطوها في بعض بشرايط من الحرير من فرش القصر. وفجأة بتتحول الابواب لمركب وبينزلوا هما الاتنين البحر. بتفضل المركب ماشية شهر، في التاني في التالت الزاد بيخلص والناس بتبدأ تزنزق، لكن الشهادة لله سيف كان شخص محترم، يعني مسافر معاها بقاله شهر مفيش غيرهم في البحر، ما سمعتش منه كلمة بايخة ولا حتى بصلها بصة مش تمام. فين وفين لما وصلت المركب بتاعتهم على جزيرة، بس المرة دي ما كانتش جزيرة مهجورة، لأ دي وصلت مينا عادي. نزل سيف الملوك من المركب يسأل كبير المراكبية اللي كان واقف يباشر أعماله، السلام عليكم يا ابن عمي، هو احنا فين بالظبط؟ ايه الناس دي اللي بتتحدف علينا؟ يعني احنا فين؟ انت ازاي وصلت لنا هنا وانت مش عارف احنا فين؟ يا عم شفيني، احنا تايهين في البحر بقالنا حبه، احنا فين دلوقتي؟ فكبير البحاره قال له احنا هنا في مدينه عماريه، والمينا ده اسمه كمين البحرين. بيسمع سيف الكلمتين وبيرجع بيهم لدوله خاتون. تعرفي يا بنتي عماريه دي تبقى فين ولا منين من الهند؟ قالت له ابشر يا سيف،
احنا دلوقتي في مدينة عمي اخو ابويا، والراجل كبير البحارة اللي هناك ده اسمه نجم الدين. روح قول له الأميرة دولة خاتون عايزة تروح قصر الملك. كبير البحارة ما بيصدقش نفسه وبياخد دولة خاتون وسيف الملوك على قصر ملك مدينة عمارية. وطبعا عمها أول ما بيشوفها بيستقبلها بالأحضان وبيطمن على سلامة الوصول، وبيبعت مرسال فورا للملك تاج الملوك ملك الهند أبو دولة خاتون: بنتك بخير وموجودة عندنا، تعال استلمها. بيوصل الملك تاج الملوك لقصر أخوه وبيقابل بنته، وبعد ما بيطمن على صحتها وسلامتها وبيطمن على سيف وبيقعد معاه يسمع منه حكايته، بيقعدوا أسبوع عند أخوه، وبعد كده لما تخلص الاحتفالات بياخدهم هما الاتنين ويرجع بيهم على الهند. وفي القصر في سرنديب بيقعد الملك تاج الملوك مع الأمير سيف الملوك. بص يا ابن الحلال، أنا ما كانش حيلتي من متاع الدنيا غير بنتي دولة خاتون، وانت ردتها لي وكأنك ردت لي روحي. ايه رأيك بما ان انا ما خلفتش ولاد تورث انت ملك الهند بعد ما انا اموت؟ خليك قاعد معانا هنا، وانا يعني مش هلاقي لرعيتي ملك اشجع وانبل منك. ايه رأيك؟ سيف الملوك بيشكره على هذا العرض المغري وبيقول له: والله يا مولاي، يعني لو على الملك انا عندي الملك في بلدنا عادي وسط اهلي وناسي. انا سبت بلدنا علشان ادور على حاجة ومش هرتاح غير لما الاقيها. طب يا ابني على كيفك، في حاجة ممكن اعملها علشان اساعدك عشان تلاقي اللي انت عايزه ده؟ قال له: هبقى اقول لك، بس اليومين دول على الاقل انا عايزه اتفسح في سرنديب واشوف البلد دي واعرف احوالها. فبيأمر له الملك بفرس بسرج فضه ومجموعه من الخدم والمماليك، وبينزل سيف الملوك يلفلف في اسواق سرنديب ويتفرج على الناس. وهو على فرسه في السوق بيلمح واحد شكله مبهدل وغلبان واقف بينادي على عبايه شبه العبايه اللي كانت فيها صوره بديعه الجمال: يا جماعه، حد يشتري العبايه دي ب15 دينار؟ الراجل ده ملامحه مألوفه ليه كده؟ والعبايه دي انا شفتها فين قبل كده؟ معقول هيكون ساعد؟ يا مماليك، امسكوا لي الراجل ده وروحوا بيه على القصر، لما اخلص جولتي انا عايز اقعد معاه واعرف جاب العبايه دي منين. بينفذ المماليك الامر وبيروحوا ياخدوا الراجل وبيرجعوا بيه على القصر. وسيف الملوك بيخلص جولته في السوق وبيروح القصر ناسي كل حاجه عن الراجل اللي قبله ده. فالمماليك بيقرروا ان هم يرموه في السجن، يظهر ان هو ضايق الامير في حاجه ولا سرق منه حاجه. ايه ده شهرزاد، انتي بتهزري؟ في الاخر سيف الملوك رمى ساعد في السجن؟ معرفش بقى هو ده ساعد ولا مش ساعد. طب يا بنتي قولي لنا، ساعد ولا مش ساعد؟ انا بقول لك سيف الملوك راجع من السوق تعبان وعايز ينام، وانا كمان تعبانه وعايزه انام، وانت شكلك كده عايز تنام، ونوم الظالم عباده. نام نام يا حبيبي، وبكره الصبح ابقى اكمل لك. ولو عجبتك السحله دي لايك وشير واسحل صحابك، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوس عليه.